صباحكم زي الفل متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد واخر صولات وجولات الكرة المصرية. الاهلي، نبدأ من الاهلي حيث السخونة، نبدأ من الاهلي حيث الاستعدادات جارية على قدم وساق. الاهلي بيبدأ يستعد، عنده مباريات صعبة الفترة اللي جاية. الاهلي فاز بنتيجة مرضية جدا 2-0 في لقائه مع نادي الرجاء المغربي اللي أقيم في القاهرة. نخش الأول على مجريات اللقاء. الأهلي بدأ اللقاء بهدوء حذر. طبعا كان كولر في الفترة الأولى من المباراة كان بيجس اللعب، ساب الكورة لوقت طويل لنادي الرجاء اللي ما قدروش يستثمروا أي حاجة من الكور دي إن هم يترجموها لأهداف. بالفعل بعد كده بدأ الأهلي يمسك زمام الأمور بعد أول ربع ساعة وثلث ساعة، وبالفعل بدأ الأهلي يسيطر على مجريات اللقاء لحد ما أحرز الهدف الأول في نهاية الشوط الأول. ثم بعد كده سيطرة كاملة في الشوط الثاني، ويترجم ده حمدي فتحي بهدف أكثر من رائع بتمريرة حرارية من بيرسي تاو اللي بيتألق الفترة الأخيرة. بيرسي تاو بدأ يتوهج وبدأ يجني الأهلي ثمار الصبر على بيرسي تاو. بالفعل الأهلي فاز 2-0. الجماهير كانت ولا أكثر ولا أروع، ولكن خليني أقول لكم إن الجماهير الأهلي عانت من التضييق الأمني جدا 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 في خلال المباراة. كانت الفترة الأخيرة بدأت تظهر دعوات ضد دخول جماهير النادي الأهلي، في زي ناس مش راضية عن تواجد النادي الأهلي بجماهيره، وبدأوا يعملوا تضييقات أمنية عليهم وتضييقات في الدخول ومصاعب في الدخول. ولكن جماهير الأهلي واعية وقدرت ان هي تخش وما تستجيبش للاستفزازات ديت، ولكن كان في مشكله معاهم فعلا في الفتره في المباراه، ان كان في تضييق جامد جدا 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 عليهم، وكان في مشاكل بتحصل معاهم في قلب المدرجات. على الناحيه الثانيه بدات بعض الصفحات بتاعه النادي الاهلي او جماهير روابط النادي الاهلي ان هي تدعو لعدم حضور مباريات للنادي الاهلي تاني بسبب التضييق اللي بيحصل. مش معقولة ان هما بيروحوا بيدفعوا فلوس وبيقدروا يحضروا ومع ذلك بيتم التضييق عليهم والصدامات معاهم من قبل الامن. نروح بقى فنيا. ده كان اخر اخبار النادي الاهلي في مباراة الرجاء المغربي اللي فاز فيها الاهلي 2-0. نروح بقى للاستعدادات. الاهلي عنده الفترة اللي جاية 3 مباريات اصعب من بعض. عنده الرجاء في المغرب، هتكون مباراة مش سهلة. جماهير الرجاء في المغرب ولا أروع، جماهير مش سهلة واستاد مش سهل إن أنت تلعب هناك، ولكن الأهلي رايح بنتيجة مرضية. تمام، لو الأهلي راح هناك أحرز هدف واحد بس عدى بالمباراة، فالأهلي عنده فرصة كويسة إنه رايح مستريح كسبان 2-0. ولكن إن شاء الله الأهلي يكون حط قدم في نصف النهائي. على الناحية التانية كمان الأهلي عنده مباراة صعبة أمام بيراميدز، ومباراة بعد كده قدام نادي الزمالك. خلينا لسه في أفريقيا. صن داونز بيقسو على على نادي شبيبة الجزائر في قلب الجزائر بنتيجة 4-1. أعتقد إن فعلا الفترة اللي جاية أي فرقة عايزة تاخد بطولة أفريقيا لازم تكون عاملة في حساباتها إن هي هتقابل صن داونز فريق قوي جدا 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 جدا. مش بقول كده عشان هو كسب الأهلي 5 ولكن 5-2، ولكن فعلا فرقة تعتبر فرقة أوروبية، بتلعب بتنظيم تاكتكس، تبادل للكرة، انتشار. لا، فرقة مش سهلة وفرقة صعبة جدا جدا جدا. ان انت كمان هتلاعبها مباراة في جنوب افريقيا في بريتوريا. المباراة هناك صعبة لان ارتفاع المدينة عن سطح البحر
بيؤدي لعوامل رطوبه، فانت كمان الرطوبه مع تاثير الجو مع ان انت بتلاعب فرقه زي دي، الموضوع ما بيبقاش سهل ابدا 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 ابدا. انا اعتقد ان المرشحين للبطوله سواء كان الترجي او الوداد او الاهلي، الاهلي في النوك اوت ما بيعرفش المستحيل، ده احنا عارفينه. الوداد بيعيش فتره يعني نقدر نقول زهو وانتصارات ونقدر نقول المجد الودادي في خلال السنه اللي فاتت واللي قبليها بيقدر يحقق نتائج كويسه جدا ويقدر يعمل حاجه. الترجي لو استفاق وفعلا لعب اللعب بتاعه هيكون منافس مش سهل ابدا ابدا على البطوله دي. انا اعتقد ان هو ده المربع الذهبي اللي هيكون متواجد: ترجي، وداد، صن داونز، اهلي. ده انا يعني ده في تخميني هو ده اللي هيتم ان شاء الله. نروح بقى على مباراة الاهلي عنده مباراة بعدها على طول مع نادي بيراميدز، عنده بداية اول 10 ايام في شهر مايو. هيكون الفترة دي صعبة جدا على الاهلي، رجاء في بيراميدز في زمالك، بعدها مباراة انبي كمان، فانت عندك 4 مباريات من نار في اول 10 ايام في شهر 5. نتمنى ان الدولة تقدر تساعد النادي الاهلي قدر المستطاع، سواء في الساعة الجماهيرية، عدم التضييق على الجماهير، التنظيم، عدم ضغط جدول المباريات. ونروح تاني لموضوع كهربا بيتألق وبيتعملق فعلا. كهربا بيعمل شغل عالي جدا جدا الفترة اللي فاتت، وانا اتمنى ان ادارة الاهلي تدفع الغرامة، وان كان في زي تسريب اخبار كده ان الاهلي هيدفع الغرامة لو مرتضى منصور مشي، هيدفعها على طول دايركت على حساب البنك، لان هم مش عايزين يفيدوا مرتضى منصور، وبالتالي يودعوا الفلوس في حساب مرتضى منصور، فبيودعوها في حساب نادي الزمالك المجمد اساسا، وبالتالي ما يقدروش يستفيدوا بيها بابرام اي صفقات جديده في الميركاتو اللي جاي. نخش بقى بعد كده على اخبار نادي الزمالك. اخبار الزمالك في عجاله. كان الزمالك الفتره اللي فاتت بيعيش بعض المشاكل في نجومه اللي لم يتم التجديد ليهم، زي طارق حامد، زي فرجاني ساسي، كل دول غادروا النادي. وبعد كده الزمالك ابقى على احمد سيد زيزو. في كلام طبعا ان امام عاشور لما مشي وبيروح على ميتلاند الدنماركي كمحطه علشان بعد كده يروح على النادي الاهلي. كان في كلام ان خالد مرتجي كان في سويسرا وطلع منها على الدنمارك علشان يمضي امام عاشور. في رايي انا الشخصي امام عاشور مش هينفع يجي الاهلي، او يعني مش هيكون الاضافه القويه للنادي الاهلي. انت اوريدي عندك مروان عطيه، كنت جايبه عشان تلعبه مركز 8، لعبته مركز 6، اجاد جدا الولد. بلس ان انت عندك حمدي فتحي، اليو ديانج. في حاله اليو ديانج او رحيله الاهلي محتاج طبعا مهاجم، فممكن يعمل تبادل مع بشكتاش التركي ويجيب جاكسون موليكا، وهو ده الارجح. وبالتالي نبقى احنا كسبنا لاعب مهاجم، وفي الحاله دي ممكن نجيب امام عاشور، الاهلي يجيب امام عاشور من ميتلاند الدنماركي. ان شاء الله هنداوم على فيديوهاتنا باذن الله باستمرار. دمتم في امان الله. سعيد جدا 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 ان انا بدات ارجع تاني للفيديوز اللي بنشاهدها وبنتابع مع بعض كل اخبار الكوره المصريه والافريقيه والعالميه. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل متابعينا على قناتنا على اليوتيوب باذن الله. شكرا لحضراتكم، يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.